هاي صبايا، معكم آية حامد وأهلا وسهلا فيكم بقناتي لليوم. اليوم رح فرجيكم كيف تعملوا كريم مع باودر كونتور مناسب للنايت جلام. أول برودكت لليوم هو من بربري، هو الفريش جلو برايمر. هو كتير منيح لأنه فيه فيتامين سي ورح يعطي إضاءة ونضارة للبشرة لحتى يطلع الكونتور صافي ومش كيكي. تاني برودكت بدي استعمله هو تحت العين لحتى يخبي هالات السود. هو كوركتور باللون الأورانج وعمده تحت العين مثل ما تكون شايفين. اللون الأورانج هو بيخبي اللون البني، يعني كمان إذا عندك بني حوالي تمك، أي مناطق بدك تخفي أو تعملي كوركتور بتحطيها بالمناطق اللي بدك تعملي كانسل للون البني. الفاونديشن هو الستوديو فيكس ماك فلويد سي 4.5. اكيد كل البرودكت اللي بتستعملها رح تكون بالديسكربشن بوكس بيلو. اليوم رح نستعمل البيوتي بلندر كتير لانه هي اللي رح تساعدنا نحصل على flawless coverage، على flawless ميك اب، يعني ما رح يبين الميك اب too intense او not blended. هيدا الشيء رح يساعدنا كتير. ما بنستعمل كتير فاونديشن لانه تذكر انه كمان رح نعمل كونتور، so we don't want to put too much product على الوجه. هلا صار وقت الكونتور والهايلايت. عم بستعمل من اناستازيا بيفرلي هيلز الكريم كونتور كيت بالدرجة لايت. بدي اخلط اللونين، اللون اللي على اليمين واللون اللي بالنص من فوق مثل ما نكون شايفين. بدي اترك البيوتي بلندر هلا وبدي انتقل على الكلاسيك فاونديشن براش. بدي ركز انه حط الهايلايت بالمناطق اللي بدي اعمل فيها هايلايت. مثل ما نكون شايفين عم وزع البرودكت تحت عيونها. اكيد هايلايتنج تحت العيون هو احلى شيء، very nice very clean. كمان بشكل دقة عم حط خط رفيع على انفها لحتى نعمل illusion انه منخارها كتير صغير، يعني انفها كتير صغير. اما الهايلايت على جبينها مش كتير لانه جبينها شوي عالي، سو ما نركز على الكونتور، واذا جبينك كان صغير بتركزي على الهايلايت اكتر من انه تركزي على الكونتور. كمان عم حط هايلايت تحت المناطق اللي بدي احط فيها الكونتور لحتى اشقل وجهها لفوق، يعني عم برفع وجهها لفوق like a facelift فيك تقولي، وعم بعمل enunciating her chin وشفافها لحتى نكبرهم اكتر واكتر. بس ما شاء الله شفافها كتير حلوين. هلا صار وقت الكريم كونتور. اللي عجبني بالاناستازيا بيفرلي هيلز كريم كونتور كيت انه الالوان مش مبينه اورانج الالوان شوي جايه على رمادي، سو الكونتور ما راح يطلع مصطنع. It's gonna look very natural, very beautiful. اليوم العارضة عم نركز على الكونتور من فوق لأنه عندها سبيس من فوق، فبدي زغر المسافة على جبينها وحوالي عيونها لحتى زغر وجهها وعمله more slim down. يعني مثل ما تكون شايفين الكونتور very exaggerated على جبينها وعلى خدودها. كمان رح نحط شوية كونتور على الجا لاين بس لحتى اخفيهم شوي because it's more of a masculine look، يعني I want it to look more feminine. وكمان رح نعمل كونتور على أنفها مثل ما نكون شايفين. وهلا بلش الشغل الحقيقي. عم استعمل دامب بيوتي بلندر وعم اعملها مور دامب بالماك فيكس بلس سبراي. هلا بدي اعمل بلندنج للمناطق اللي عملنا فيها هايلايت، والطبطبه هي اهم شيء. ما بدي اياك تزيح البيوتي بلندر شمال ويمين، طبطبه طبطبه طبطبه، رح تتعبي ايدك، جهزي حالك. المكياج هو إبداع والمكياج هو فن، وتذكري إنه المكياج فيه ينمسح بآخر النهار، يعني فيكي تعملي أنت اللي بدك إياه. بس أنا بنصح إنه هذا المكياج ما ينلبس لكل يوم، هو مناسب لأعراس، لحفلات، لنايت كلابز، مش مناسب لكل يوم. بس إذا أنت بتحبي هيدا الشي بيرجع لك. anyways نسيت أحط كونتور على المنطقة الشمال، فعم حط كونتور وبدي كمان ارجع على الطبطبة. هلا بنات رح يسألولي عن المكياج العيون. انا ما صورته لانه اذا صورته الفيديو رح يطلع على القليلة ساعتين. It's a lot of blending. ان شاء الله بالفيديوهات المقبلة
بصور لكم اكتر واكتر. عم برجع على الكريم كونتور كيت وعم باخد اللون اخف درجة، يعني the lightest درجة، وعم بحطها على طرف خدودها لحتى اعطي illusion of a higher cheekbone. I love هيدي الحركة، كأنه ترفعوا خدودها وعملت كيف بدي لكم بوتوكس لعيونها. I love that. وبلندنج اكيد. هلا بدي ارجع على بدي بلش بالانستازيا بيفرلي هيلز كونتور كيت الكلاسيك الباودر. عم باخد اغمق لون عم باخد اغمق لون وعم طبطب البرودكت بالريل تكنيكس كونتور براش، my favorite brush ever, it's amazing. وعم بلش فوت اللون واكبس الباودر على المناطق اللي عملنا فيها كونتور مثل ما انكم شايفين. وبعد ما كبسنا اللون فينا نعمل سويفت يعني سويفت موشن، يعني شمال ويمين شمال ويمين، يعني فيك تزيح الريشة بس اهم شيء تكبس اللون بعدين تعملي بلندنج، لانه اذا نحن دغري بلشنا بالمزج رح تبين مناطق انه فيها لون قوي وفيها لون خفيفة، فاهم شيء تكبس اللون بعدين تعمل بلندنج لحتى ما يبين بلوتشي الكونتور. المرحلة يعني مش مهمة، بس إذا أنت بتحبي تعطي more of an alluring or more feminine look فيك تحطيها على الكولر بون كمان على صدرك إذا كمان بتحبي. عم برجع على الباودر، عم استعمل البنانا باودر تحت عيونها، بس قبل ما حطيت الباودر عملت بلندنج للآي شادو تحت عيونها، بعدين حطينا الباودر لحتى يعطي soft smoky eye. So yes عم حط البنانا باودر تحت عيونها والمناطق اللي عملنا فيها هايلايت، بعدين رح نعمل blending with a bigger brush. فيك تستعملي اي برش، بس انا عم استعمل فان برش لحتى اعمل بلندنج لكل الكونتور لحتى يطلعوا الالوان الخطوط رايقه ومش يعني intense، عم بينهم more fused into one another. عم استعمل بلاش باللون البيتش على خدودها الحلوين beautiful خدود. من The Balm Cosmetics عم استعمل الميري لومينايزر لحتى احطه على عظمة خدها وعلى المناطق كمان اللي بدي ابرزها اكتر مثل انفها وشفافها وخدود والتشن. من انستازيا بيفرلي هيلز عم ملي حواجبها بالميديوم براون دوو باودر، ومن فوقه مباشرة عم حط الكلير براو جل. من الامرزي كولكشن من ليب لاند عم استعمل اللون ريزي، وهذا اللون حسيته مناسب لانه عيونها very smoky والكونتور very intense للنايت تايم، so it was just perfect and very girly. وهيدا الكريم كونتور مع الباودر كونتور لوك مع السموكي اي مع النود ليب، super amazing exotic ومناسب للنايت تايم للنايت جلام. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. ما تنسوا تشتركوا على قناتي وتتابعوا اخباري على الانستغرام وعلى الفيسبوك وكمان على السناب شات، كل شي رح يكون بالديسكريبشن بوكس below. وان شاء الله بشوفكم تاني اسبوع. يلا باي.